السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الخامس في التاريخ، درس ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. بنقول أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعددت الأسباب التي أدت إلى انفجار ثورة 25 يناير. لو لفينا على الأسباب كلها هنلاقي هي خلو مجلس الشعب عام 2010 من أي معارضة، اللي هو تزوير الانتخابات. من أسباب ثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ تولي مين الرئيس مبارك. تنحى الرئيس مبارك عن الرئاسة، ومين اللي تسلم إدارة البلاد؟ طبعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كانت أولى قرارات نظام مبارك لامتصاص غضب الجماهير في ثورة 25 يناير كان إن هو يعين نائب للرئيس. تم إسناد مصر عقب عزل ممثل حزب الحرية والعدالة اللي هو محمد مرسي. طبعا تم إسناد مصر إلى الرئيس عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية. عقدت انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2014. ده كان مين اللي ماسك؟ مش بيقولك مين اللي فاز، وبيقولك في عهد الرئيس برضو عدلي منصور. صدر خلال حكم دستور 2014، برضو ما نقولش عبد الفتاح السيسي، لأن الأول الدستور وبعدين أجريت الانتخابات وبعدين فاز، يبقى ده كان في عهد عدلي منصور. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. حصل الحزب الوطني على أغلبية المقاعد بعد انتخابات مجلس الشعب. من نتائج ثورة 25 يناير تخلي الرئيس مبارك. فاز مين في الانتخابات 2012؟ محمد مرسي. أكدت الأحداث أن القوات المسلحة أو الجيش المصري هما الاتنين واحد، القوات المسلحة المصرية أو الجيش المصري قوة مساندة للشعب. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة. صح. كانت ثورة 25 يناير وليدة هذا التاريخ. غلط. لم تكن وليدة هذا التاريخ، لأنه طبعا كان ليها أسباب قبل كده. التطبيق السليم لسياسة الخصخصة أدى إلى ارتفاع الأسعار. لا، هو كان التطبيق غير السليم. من الأسباب الاقتصادية لقيام ثورة 25 يناير استمرار العمل بقانون الطوارئ. هو عايز أسباب اقتصادية، فهنقول غلط وهنقول سياسة الانفتاح أو سياسة الخصخصة. من عوامل قيام ثورة 25 يناير سوء الأحوال الصحية في مصر. صح. اتخذت الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات مكانا للتظاهر السلمي أثناء ثورة 25 يناير. صح. شكل المجتمع المصري بكل فئاته ما عرف باللجان الشعبية. صح. نجح نظام مبارك في امتصاص غضب الجماهير خلال أحداث ثورة 25. غلط، لم ينجح. كانت ثورة 30 يونيو 2013 خطوة مهمة لتحقيق التنمية والتقدم. صح. تسلم السلطة في 3 يوليو لمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية. صح. ما تدل عليه العبارة الآتية: سياسة اقتصادية طبقت في مصر دون ضوابط علمية. دي طبعا سياسة الانفتاح الاقتصادي. بما تفسر قيام الشعب المصري بثورة 25. هنقول أسباب الثورة. رقم 1: تدهور الأوضاع الاقتصادية، سوء الأوضاع الاجتماعية، تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2011. بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية، وكمان التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة. 3: تجمع آلاف العاملين وانضمامهم لصفوف البطالة قبل ثورة 25 يناير بسبب التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة. 4: سوء الأوضاع الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، وكمان غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. بما تفسر اعتبار الانتخابات البرلمانية عام 2010 مخالفة لإرادة الشعب بسبب تزوير الانتخابات البرلمانية، وحصل الحزب الوطني على 97% من مقاعد مجلس الشعب وخلا من أي معارضة وطنية. تشكيل الشعب المصري ما عرف باللجان الشعبية بهدف حماية المنشآت والمناطق ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع. 7: أهمية يوم 11 فبراير 2011 في حياة الشعب المصري. هنقول لأنه في هذا اليوم أو هذا اليوم الذي تخلى فيه الرئيس مبارك عن الرئاسة،
تم تسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد الجيش المصري الضامن لثورتي 25 و30 يونيو، هو هنا عايز دور الشعب، دور الجيش معلش، في ثورة 25 وثورة 30 يونيو. أول حاجة هنقول في ثورة 25 يناير، وهنقول لأن أثناء ثورة 25 يناير 2011 أثبتت أحداث ووقائع الثورة أن الجيش قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. أما أثناء ثورة 30 يونيو هنقول تدخلت القوات المسلحة حفاظا على الأمن العام، وأعلنت بيان في 23 يونيو 2013 ودعت إلى إيجاد صيغة تفاهم ومصالحة لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. 9. قيام ثورة 30 يونيو، هنقول لأن السياسات الجديدة للدولة في عهد محمد مرسي لم تحقق حلول للمشكلات التي عانى منها غالبية الشعب المصري، خاصة غياب العدالة الاجتماعية واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، بما تفسر إصدار القوات المسلحة بيان في 23 يونيو 2013. 1. للحفاظ على الأمن العام للدولة. 2. منع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. 3. إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. هتقسموا الثلاث عناصر زي ما أنا مقسماهم كده. ما النتائج المترتبة على فقدان العدالة الاجتماعية خلال المرحلة السابقة لثورة 25 يناير؟ أدى إلى سوء الأوضاع الاجتماعية في المجتمع المصري، مما كان سببا أو مما أدى إلى قيام ثورة 25 يناير. التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة قبل ثورة 25 يناير. 1. ارتفاع الأسعار. 2. تجمع آلاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية، مما كان سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية وقيام ثورة 25 يناير. نتائج تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010 أدى إلى خلو المجلس من أي معارضة وطنية. 2. المساهمة أو كان سببا في قيام ثورة 25 يناير 2011. نتائج حدوث اضطراب أمني أثناء أحداث ثورة 25 يناير أدى إلى قيام المجتمع المصري بتشكيل ما عرف باللجان الشعبية والاستعانة بالقوات المسلحة لضمان حماية أمن الممتلكات والمواطنين. النتائج المترتبة على ثورة 25 يناير أدى إلى تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير 2011. 2. تسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. رقم 6. من النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013 أدى إلى 1. عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. تمام لحد هنا. 2. صدر دستور جديد في يناير 2014 ثم عقدت انتخابات الرئاسة وأعلن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. ما العلاقة بين التكنولوجيا المتطورة لوسائل الاتصال وثورة 25 يناير؟ ساهمت التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال في اندلاع الثورة لتشمل شتى أنحاء البلاد مثل الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي. العلاقة بين سياسة الخصخصة والأوضاع الاقتصادية. طبعا السؤال ده احنا لسه قايلينه في ما النتائج اللي هو رقم 2 بالظبط. دلل تاريخيا على صحة العبارتين. كانت ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة في التاريخ المصري. نفس الكلام إجابة السؤال ده ما العلاقة اللي احنا لسه قايلينها رقم 1 في ما العلاقة اللي هي التكنولوجيا المتطورة. رقم 2 دلل على أن الشعب أو حافظ الشعب على أمن البلاد، هنقول حيث قام المجتمع المصري بتشكيل ما عرف باللجان الشعبية لضمان حماية المنشآت والمناطق ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع. ماذا يحدث إذا لم يتم الاستعانة بالقوات المسلحة خلال ثورة 25 يناير؟ هنعكس النتائج أو الأسباب بتاعتها. لم يتم تأمين الممتلكات العامة والخاصة، ولم يتم المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، ولا استمرت الفوضى في البلاد.
ماذا يحدث إذا لم تصدر القوات المسلحة بيان 23؟ هنجيب الإجابة اللي هي إصدار البيان بما تفسر اللي هي رقم 10 وهنعكسها. تمام؟ يبقى هنقول لانزلقت مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية، كمان لم يتم الحفاظ على الأمن العام للدولة. جمعت العديد من الأسباب التي مهدت لاندلاع ثورة 25. في ضوء العبارة وضح دور الانتخابات عام 2010 وقيام الثورة. هنقول حيث تم تزوير انتخابات مجلس الشعب، وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس، وبذلك خلا المجلس من أي معارضة وطنية تذكر. 2. وضح دور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير. هنقول حيث تم الاستعانة بالقوات المسلحة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على أمن المواطنين، فكانت قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. تميز، اختر الإجابة الصحيحة. القاسم المشترك في أسباب نجاح ثورة 25 يناير و30 يونيو هو التأييد الشعبي. مساندة مين اللي كانت واقفة جنب الشعب؟ طبعا القوات المسلحة. افتقدت سياسة الانفتاح الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير. طبعا احنا كنا بنقول بدون أسس علمية أو بدون ضوابط علمية، يبقى إلى الأسس العلمية. تولى حكم مصر بعد 3 يوليو 2013 أحد أفراد السلطة اللي هو عدلي منصور، يبقى ده كان تبع سلطة قضائية اللي هو رئيس محكمة الدستورية العليا، سلطة قضائية. اكتب كلمة صواب أو خطأ مع التصويب. عبرت بعض الوقفات الاحتجاجية اللي سبقت ثورة 25 عن مطالب عدد كبير من العمال. صح. تجاوبت الحكومة المصرية بشكل سريع مع حركة المعارضة الشعبية قبل يناير؟ لا طبعا لم تتجاوب. دلل على صحة العبارة. كانت السياسة الحزبية بمصر محرك أساسي لثورة 25 يناير. هو هنا يقصد تزوير الانتخابات، يبقى هنقول حيث تم تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010، فحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد، وبهذا خلا المجلس من أي معارضة وطنية تذكر، مما كان سببا في قيام ثورة 25 يناير 2011.